السلام عليكم اخواتنا الغلابه، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. والنهارده هندخل معاكم في سلسله جديده وهي تحدي الغلابه، والسلسله هتبقى عباره عن تحديات بين فريقين، ونبدا باول فريق واللي كسب معانا الحلقه اللي فاتت حلقه التوقعات، فريق الحلو بزياده. عامل ايه الاخبار؟ والله زي الفل. ومعانا فريق حمدون الاشقر. حبيبي خلونا نبدا باول تحدي معانا، هو تحدي المفتش كرومبا. مع المفتش كرومبا. في فقرة المفتش كولومبا هسألكوا سؤال عن ماتش أو لاعب أو مدرب أو بطولة. السؤال ده هيكون فيه 4 معلومات عن حاجة منهم، في معلومة واحدة من الأربعة هتكون غلط، وفي كل فريق ليه 45 ثانية يحدد مع التيم بتاعه أنه معلومة اللي غلط. اشمعنى 45 ثانيه يعني؟ هي 45 ثانيه يعني. هي ماشي خلاص، ما خليها دقيقه عادي. ده اللي محتاج بعدين. جاهزين؟ يلا بينا. جاهزين مستر ريحان. طيب، المعلومات اللي هقولها الجاية عن اللاعب مايكل بالك. المعلومة الأولى، بدأ حياته الكروية في مركز المدافع. تاني معلومة، أول فريق لعب له في البوندسليجا كان بايرن ليفركوزن. تالت معلومة، أول بطاقة حمراء مباشرة ياخدها اللاعب كانت سنة 2006 مع تشيلسي. رابع معلومة، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي اعتزل مرة تانية في بايرن ليفركوزن. طيب ابتدى؟ قول الاجابات تاني. قولها معلش. بدأ حياته في مركز المدافع، أول فريق لعب له في البوندسليجا كان بايرن ليفركوزن. أول بطاقة حمراء مباشرة خدها اللاعب كانت 2006 مع تشيلسي، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي اعتزل في بايرن ليفركوزن. يا دي يا دي. معانا بقول لك يا دي يا دي. محتاجين دي اساسيات. إيه؟ لسه قايل لهم احصائيات دلوقتي على القهوه على الموضوع ده. تمام حصل يا ابني اللي ورا الكاميرا، حصل احصائيات دي. خلص. بهارات. هو انا شايف الرابعه. نعم. عايز تقول؟ ماشي اهو. يلا. اللي انا بس قاعده طيب. بس بصراحه. ماشي، احنا ممكن عادي ممكن اقول انا الاول. قول. طيب اعتزل في باير ليفركوزن. غلط. ده الاجابه السؤال الخطأ. سي هي اللي غلط، اللي هي بتاعت أول اول طرد طرد اول 2006. طرد مع تشيلسي. طيب انتوا الاثنين غلط. اجاباتكم غلط. شكرا. اول فريق لعب له مايكل بالك في البوندسليجا كان كايزر سلوتر. يا ابني كانت بدايته الكرويه قبل يا بايرن ابني. ليفركوزن. انا قلت لك هي واحده من الاثنين. طيب ما انا عارف ان واحده الحلقه بس هي الفكره كلها ان انت البطاقه الحمراء في 2006 دي معلومه دقيقه قوي. السؤال الثاني ماشي. عن كاس العالم 2022. اتلعبت البطوله على 8 ملاعب مختلفه. اول طرد في البطوله كان في مباراه ويلز وايران. اقصى عدد دقائق اضافيه تم احتسابها في شوط واحد كان 11 دقيقه. في مرحله ما بعد المجموعات تم حسم 4 ماتشات عن طريق ضربات الجزاء. طيب ابتدى. الا 4 تاني. اتلعبت البطوله على 8 ملاعب مختلفه. اول طرد كان في مباراه ويلز وايران. اقصى عدد دقائق اضافيه في شوط واحد كان 11 دقيقه. في مرحله ما بعد المجموعات تم حسم 4 ماتشات عن طريق ضربات الجزاء. مش مهم. خلاص وقف التايمر بقى. خلاص هم متاخرين. معروف. عرفت. معروف. ماشي. غلط. مش محتاج التيمين، مش محتاجين التايم. لا مش محتاجين التايم. تاني سؤال. في التاني سؤال. يلا اتفضلوا. اقصى عدد دقائق اضافيه 11 دقيقة. 11. دقيقة. طيب احنا اتنين صح يا صاحبي. صح طبعا. انتوا الاثنين صح. وعشان نحسب البونت ده عايز فريق يخمن ايه هو اقصى عدد دقائق. لو هو مش 11 قد ما هو دقيقة، لسه قايلها. فايه اقصى عدد دقائق والاقرب غبي ولا ايه؟ هيكون اه سمعش. هو على صاحب فكرة البونت. قالها. مش تنفع. انا ما سمعتش حاجه. ماشي انا ما سمعتهاش برضه. اقرب واحد لعدد الدقائق هو اللي هيكسب البونت. يلا. ما تخليها. لا. ليه؟ اصله ما تسكتش طول. ماشي مش مهم. ماشي يلا. ايوه خلاص ماشي يلا. يلا بينا. انا هقول 17. وانا اقول 16. 16.
اقصى عدد دقائق 23. اقصى عدد دقائق قول. اضافيه. لا انا 17 بس هي كده. اقصى عدد دقائق اضافيه في شوط واحد كان الشوط الاول من مباراه إنجلترا. ايران وانجلترا، ايوه وكان 14 دقيقه، والاقرب للنتيجه هو فريق عبد الاشهر. عيب عليك. كنا قاعدين على القهوه بنتفرج عليه. اول بوينت. السؤال الثالث عن كارلو انشيلوتي. ماشي. حبيبك حبيبك خلصت يا باشا. حبيبك ده. الغي السؤال يا ابني، خدنا بونت. كارلو انشيلوتي بدأ مسيرته الاحترافيه كلاعب في نادي بارما الايطالي. عديها دي. اول فريق درجه اولى دربه في حياته كان نادي بارما. انشيلوتي حقق ثنائيه الدوري والكاس لتشيلسي لاول مره في تاريخ تشيلسي. درب انشيلوتي 3 فرق مختلفه في الدوري الايطالي. ماشي. استنى محتاجين تسمعوا الاجابات تاني. قول تاني كده تاني كده. بدأ مسيرته قلت انت الاحترافية نط في صوتك نادي مش بارما سامع الايطالي. حاجه. اول فريق دربه درجه اولى في حياته كان نادي بارما الايطالي. حقق الثنائيه الدوري ماشي. والكاس لتشيلسي لاول مره في تاريخ تشيلسي. درب 3 فرق مختلفه في الدوري الايطالي. طبعا انت ولا عارف. لا والله متأكد انا متاكد برضه. يلا وانا ماشي. متاكد. تعرفوا في الموضوع. بنسبة كبيرة يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا عم. ماشي يلا مش محتاجين التايم لتاني مره على التوالي. يلا. اتفضل. ابدا انت معانا بدات سي اللي هي حقق كانت ايه؟ الثنائيه لأول الثنائية. مرة في الثنائيه الثنائيه مع لاول مره. لا هو ضرب 3 فرق في ايطاليا، هو ضرب 4 ضرب لا هو ما قالش. لا، هو ما قالش بس. 3 بس. لا 3 بس. ما قالش 3 بس. لا انت قلت 3 بس. ما قالش بس. انت بار قلت 3 بس. بار هو درب بارما، درب بارما، ميلان، نابولي، يوفنتوس، درب 4. ماشي وانا عارف ان هو لا، ده. بس. هو ما قالش بس. انت قلت ايه؟ النقاش عندك بقى، اتصرف احنا مستر قلنا حكم. 3 بس. ما قلت 3 بس. قال 3 درب 3 فرق في ايطاليا. قال ثلاث قال بس مش درب. فارقه. لا غلط. مش فارقه احنا الاثنين غلط. لان اجابتهم صح. قلت لك يا هو باشا فعلا ضرب 4 فرق. أنا بارما، متأكد ميلان، إن نابولي، اكتر من 3. ما يوفنتوس. قلتش، انت قلت ضرب 3 فرق مختلفه، ما قلتش 3 فرق بس. قال درب 3 فرق مختلفه في الدوري الايطالي. يا جدعان فور. يا جماعه درب، ما هو الفار يا ابني. انت درب 3 فرق مختلفه في الدوري الايطالي. يبقى ليه ما قالش 4؟ هو درب 3 فرق. ممكن تقول بس ضرب 3 فرق عادي. لا، 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 لا. ضرب 10 اقول لك انا ضرب قلت 3 انا كده عادي. قلت بس هي كده اصلا ده معنى السؤال. هو درب 3 فرق في ايطاليا. كده كده انت اجابتك غلط. خلاص مش بقى. اول واحد خدها الثنائيه في ايه تشيلسي. دي كانت ما أول انا ايوه مرة ما هو ده مش يحقق. اول واحد. ما انا هو بيقول لك ان هو اول يبقى واحد. اول مره يحقق. دي كانت أول يبقى هي صح. يبقى صح اول مره. ايوه ما دي كده مش اول مرة. لا هو اول أول مره. واحد. اول ثنائيه حققها تشيلسي للدوري والكاس في سنه واحده كانت اول مره مع تمام يلا اللي بعده. يلا اي حاجه فيها بس. استنى بس. أي حاجة فيها عايز قولي. افهمها. أي اي حاجة حاجه فيها فيها قول لي وبس. غلط. احنا إحنا عاملين احصائيات. كده النتيجه 1-1. الغي السؤال يا ابني، خدنا بونت. ماشي. ماشي يلا. السؤال الرابع قول يا باشا. عن اللاعب ديديه دروجبا. والله قلت لك على الاول. قال لك صملت. مفيش اتو. قول يا باشا. بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الفرنسي. هو الهداف التاريخي لتشيلسي في دوري أبطال أوروبا. كان أول لاعب ومالك لنفس الفريق في تاريخ كرة القدم في الدوري الأمريكي. كسب مع تشيلسي 4 دوري و4 كاس ودوري أبطال أوروبا وكاس العالم للأندية. طيب 4 دوري. 4 دوري و4 كاس ودوري أبطال خد مع تشيلسي أوروبا 4 وكاس دوري. العالم للأندية. لا بس مش عارف. كان ماشي خلاص. سيبك منه. طيب خلص. ماشي. غلط. كل التاني يقول إجابته. ان هو كسب 4 دوري مع تشيلسي. مختارين دي. كسب 4 دوري 4 كاس عالم للانديه دي مش صح. لا مش كسب. ما قالش كاس كسب. عالم ده واحد كاس عالم. 4 كاس وواحد كاس عالم للانديه. ولا 4 دوري هو أصلاً و4 ما كسبش. كاس. اصلا هي الرابعه واجابتكم هي الرابعه. تشيلسي ما كسبتش دوري كاس عالم للانديه اصلا. انتوا الاتنين. غير الاخير. صح. صح. اجابتكم صح. كورنثيانوس. بس انا عايز اعرف ايه اللي غلط؟ ايه الغلط؟ ايه 4 دوري. البطوله اللي ما خدهاش؟ هو خد 3. 3 دوري بس. هو ما خدش كاس عالم للانديه. كاس عالم للانديه. 2012 اللي كسب تشيلسي كان كورنثيانوس. ايوه بالظبط. ما خدش كاس عالم ما خدش للانديه. 4 دوري. ما خدش 4 لا دوري. هو ممكن يكون خد 4 دوري. خد 4 دوري خد ازاي؟ خد 2 مع مورينيو وخد 1 مع انشيلوتي. بس
بس ممكن يكون هو خد واحد كمان. لا لا ما هو مورينيو خد 2 وانشيلوتي هو ما خدش كاس عالم والله. لفضل الجدل يا جدعان احنا بنتكلم يعني. البوينت ده لانكم اتفقتوا على غلطه معينه. ماشي والغلطه في السؤال بتبقى غلطه واحده، فبعد كده لما تقولوا غلطه ما تقولوش غلطتين، هي ماشي غلطه واحده. خلاص تمام. ماشي. السؤال الخامس بس انا ما فهمتش حاجه بس ماشي. ريكاردو كاكا ماشي. بدأ مسيرته في ساو باولو واعتزل في اورلاندو الامريكي. إيه؟ فاز كاكا بكاس العالم مع البرازيل 2002 وشارك في 3 مباريات وقتها وقدر انه يصنع هدف وحيد في البطوله. كان كابتن منتخب البرازيل في كاس امريكا الشماليه سنه 2003. كان خامس لاعب برازيلي يحقق الجايزتين، جايزه الكره الذهبيه وجايزه الفيفا لافضل لاعب في كره القدم. خامس برازيلي يجمع بين جايزتين ماشي دي صح دي صح. وجايزه الفيفا لافضل لاعب في العالم. بتقولهم تاني كده؟ قول معلش كده بدأ تاني. مسيرته في ساو باولو واعتزل في اورلاندو الامريكي. فاز بكاس العالم مع البرازيل 2002 شارك في 3 مباريات وقدر انه يصنع هدف وحيد في البطوله. كابتن منتخب البرازيل في كاس امريكا الشماليه 2003. خامس لاعب برازيلي يجمع ما بين الجايزتين البالون دور وجايزه الفيفا لافضل لاعب في العالم. ماشي. ايه مش عارف يا ابني ما مش دي كده كاس العالم. في واحد من سيبك منه بس غالبا مش صح. الاختيارات كانت ايه تاني بسرعه؟ طيب ماشي احنا اخترنا. استنى بقى ام الاول. قول انت الاول. بتاعت البلندور اللي هي ان هو كان خامس لاعب، هو تقريبا الرابع. هو الرابع تقريبا. احنا اجابتنا اللي هو اختار. بتاعت انت قلت اللي هي التالتة دي ايه؟ التالتة دي ايه؟ كابتن منتخب البرازيل في كاس امريكا الشماليه 2003. ايه كان كان عيل ايه صغير، كاس امريكا الشماليه 2003 دي اصلا؟ طيب هي دي. كان عيل صغير فاهم. هو بدأ مسيرته في ساو باولو ماشي مظبوط. واعتزل في اورلاندو الامريكي. جامعة عارفها. ده هو عارفها كان دي؟ كابتن بس التاني. منتخب بلاده وكان اصغر كابتن لمنتخب البرازيل في كاس امريكا الشماليه. ايه امريكا الشماليه دي اصلا؟ سلام عليكم. ازاي؟ سلام بقى اسكت بقى. خلاص يا عم استنى نسمع. كان خامس لاعب برازيلي. قلت لكم ما لعبش في 2002. ما لعبش في 2002 لعب في 2004 هو لعب 2006. في 2002 امال ايه كاس بقى؟ العالم 19 دقيقة مش 3 ماتشات وما احرزش ولا صنع ولا هدف. مشاركته كانت كأنه ما لعبش. مشاركة رمزية. انا ممكن اسال سؤال؟ شكرا. ايه امريكا الشماليه دي؟ ايه بقى؟ دي بتاعت ايه اصلا؟ ايه البطوله؟ يعني ايه دي بطوله ايه دي؟ السؤال السادس كاس امريكا الشماليه. كاس امريكا الشماليه بيلعب في البرازيل ليه؟ والبرازيل بيلعب في البرازيل ليه طيب؟ يعني ايه اللي جاب البرازيل امريكا الشماليه؟ ما اعرفش جابها منين. كاكا بقى. يا حاج اي كاكا في الكاكا. السؤال السادس عن كارلوس بويول. كارلوس بويول لعب في مدار حياته في مراكز حراسة المرمى، ظهير أيمن، قلب دفاع، لاعب وسط مدافع ومهاجم. لعب بويول في الدوري الأسباني لنادي مالقا ونادي برشلونة. يا ابني مال قويين يا اسطى. ابتدى شهرة الكابتنة مع برشلونة في نهاية موسم 2003-2004. ما حققش مع المنتخب في خلال مسيرته الا بطولتين، كاس العالم 2010 وبطولة اوروبا 2008. تايم ابتدى. احنا خلصنا. هناخد وقتنا كامل يا باشا، انا ماليش دعوه بالكلام ده. تعالى. يا ابني والله ما سامع حاجه. انت بتقول ايه يا ابني؟ عشان ما يعرفوش. قول بس على هم الصوت. معايا دي عادي دي عادي. خلصش لا كده شفته يعني كام؟ 15 ثانية. لسه تعالى انت وشوش تاني ده انت. ده انا هحرجك. انا مش عايز اقول حاجه بس أنا مش عارف اجابتك ايه؟ اصلا يلا 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 يا باشا نبدا احنا. احنا هنختار اللي هي الاجابه رقم 3 اللي هي بتقول ايه يعني؟ اللي هو لبس شرط كابتنه 2003 2004. وانتوا؟ هو خد مع المنتخب 2 بس واخد 3. هو خد 3. ما لعبش 2012. لا مش مهم هنعرف دلوقتي. كارلوس بيول لعب فعلا في مدار حياته في كل المراكز اللي احنا ما اكيد انت ما تلاقيه كان واقف مدرب كمان. هي ومركز عارفينها. كان مدرب. وارتضى شهرة الكابتنة مع برشلونة في نهاية موسم 2003 في النهاية؟ 2004. الحمد لله. خد وقتك كامل بقى. ما حققش مع المنتخب
عملنا ايه بقى؟ انت خدت وقتك بقى. كاس عالم 2010 بطولة اوروبا يا ابني 2008 ما تخرجوش دول ما لعبش في الدوري الاسباني غير لبرشلونه بكل قلت لك في اجابه مش عارف. ايه الملقه دي؟ قلت لك في اجابه مش ايه الملقه دي؟ قلت لك يا ابني الاجابه مش فاكرها. قلت لك انا في اجابه ثانيه. ماشي يا عم. هو فعلا طلع من الناشئين اصلا. ماشي. شيك بجد. لا مش عارف. عندك معلومه مش انت عارف. ما حفلتش بدري ممكن عشان انا الموضوع فاهم. انا عايز افهمكم النتيجه لغايه دلوقتي المهم لو بقول اول ما عادي. بعد 6 شهور النتيجه واحد واحد انا الموضوع ده مش كده يا عم. خلينا ملقه مين يا عم؟ مرقه دي اكيد مرقه دي حاجه غلط. نخش على المحليات. يا ده السنة. بقول لك احنا نختار الاجابه الثانيه. الاجابه الثانيه الصقر احمد حسن سهله دي. لعب لاربع انديه مختلفه في الدوري المصري الممتاز وهي اهلي زمالك اسماعيلي اسوان. تقولهمش يا صاحبي. انت عارف طبعا مسيرته إيه أسوان؟ الاحترافيه اقتصرت على فرق الدوري التركي فقط لا غير. درب احمد حسن في مسيرته التدريبيه فريق واحد وهو فريق بتروجيت. سجل الصقر في مسيرته الاحترافيه مع جميع الانديه 150 هدف في 500 مشاركه. طب قول لي، طب عرفني. ماشي يا عم عمرو ملاك. عرفني. مش عارف. قول لي عادي. لا 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 والله اجابه جواني يا محمد. انت مش معلومه، انت ماشي. عادي مش نافع. احمد حسن هو الجزمه الكهربائيه. مستحيل. انا مقتنع بكده. باشا ايه اللي مستحيل يا باشا؟ اسمع كلام صاحبك. ورينا الطريق. انا فاضي. غلط. انا فاضي غلط. يا بقول لك غلط. ماشي ما لو سمحت. فالفريقين ما يوصلوش على بعض. ماشي ليه معاك؟ ليه معاك؟ ايه المشكله؟ معاك بس سامح على الدروس. احنا دلوقتي سامح على الدروس. فانتوا تحولوا خلاص. شوت وقف. هم عرفوا الاجابه. احنا خلاص خلصنا يا باشا. معلومه مشهوره جدا طبعا. ايه؟ طيب مش عارف. الاجابه ان هو ما سجلش 150 جول. مع السلامه مع السلامه. احمد حسن انت قلت ان هو في الانديه التركيه صح؟ نعم. طيب احمد حسن لا في اندرلخت. إجابة صحيحة مين؟ لتيم ماربيلا. ما طبعا اداك الامل، خلي بالك هعمل كده. لا اصل انا قلت مسيرته له الاحترافية اتبروزت في أندرلخت البلجيكي. لا اصل انا قلت له ده ما فيش حد بيظبط 150 بالظبط. اللي هي 153 146. والله ذكي. ولو قربنا بقى هو قربنا. لو جينا شرطه مش هيحطها. ده 150. هو حسن بعد الجول بتاعه 150 أصلا. احمد حسن والجزمه الكهربائيه. والهدف الثاني لتيم الحلو زياده اتفضل استاذ احمد حسن. ندخل على السؤال اللي بعده عن نادي الترسانة ولا ايه؟ نادي مانشستر يونايتد. انت مش قلت محل يا ابني؟ لا يا ابني هو ده محل. ماشي اه صح. مع انه كسبان 3. نادي مانشستر لا يونايتد هو مش محل بصراحة. هو أكثر الأندية الإنجليزية حصولا على بطولة الدوري الإنجليزي ب 20 مرة. عادي دي. غلط دي جدا. ثاني نادي إنجليزي يحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد ليفربول. في سادس عام للسير أليكس فيرجسون حصل النادي على أول بطولة دوري إنجليزي بعد غياب 16 سنة. أول نادي يحقق ثلاثية الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في نفس السنة موسم 98-99. معلش الاجابه الثانيه. أكثر الأندية الإنجليزية حصولا على بطولة الدوري الإنجليزي ب 20 مرة. ثاني الأندية الإنجليزية حصولا على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد ليفربول. سادس عام للسير أليكس فيرجسون حصل النادي عارفين على ولا؟ أول بطولة دوري إنجليزي بعد غياب عارف. 16 سنة. اسكت. أول نادي هو عارف. يحقق الثلاثية دوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في نفس السنة موسم 98-99. ما انا عارفه. غلط. انت بادئ دقيقة كاملة ولا ايه؟ جلوري مانيو. ماشي احنا احنا خلاص كده. سؤال سهل. الله استر يا ستار. قولوا انتوا على فكرة الحاجات اللي احنا بنستنى فيها احنا صح. احنا غايبين. قول. انتوا دايما الحاجات اللي ما بتستنوش فيها بتخسروا بوينت. اه والله. انتوا الاثنين. ماشي. الاجابه طب ما نستنى. من ايه؟ نستنى. لا يلا يا جدعان. جاوب يا صاحبي بعد اذنك. الاجابه الرابعه. اللي هي ايه؟ مانشستر يونايتد ما حققش الثلاثيه، خد دوري وابطال بس. طيب جابتكم الاجابه اللي هي بتاعت اسمه ده ان هما تاني فريق. تاني فريق دي غلط. طب ايه مين الاول؟ مانشستر يونايتد نوتنجهام. هو اكثر جبت يعني. الانديه الانجليزيه خلاص بقى، ده سهل ده. الدوري الانجليزي ماشي. في سادس عام للسير اليكس فيرجسون فعلا حقق بص هي فيها ارقام ياما فاكيد يعني انت دورت. سنة. هو اول نادي اول اول اصلا. يحقق الثلاثيه
بطولة الدوري والكاس إيه ده؟ ودوري ابطال اوروبا، مش فاهم. بس هو فعلا ما كانش تاني نادي يحصل على دوري ابطال اوروبا، وايه؟ هو كان اول نادي انجليزي يحصل على دوري ابطال اوروبا. اصلا الاول مش انا فهمت مش مهم انا جاوب ما وراش انا حاجه. فهمت السؤال غلط، انا افتكرت التاني في الترتيب. ما احنا التاني في الترتيب. لا ما التاني في الترتيب دي انت هتصيع. كده النتيجة 2-2 وفاضل لنا انا سؤالين. افتكرت السؤال التاني في الترتيب. جلوري مانيو. السؤال الجاي سؤال وطني. يوسف المنتخب المصري. يوسف هو اللي هيجيب. يلا. المنتخب المصري أول مباراة دولية لعبها المنتخب في التاريخ كانت ضد إيطاليا سنة 1920. اول مباراه ايه؟ دولية لعبها المنتخب في التاريخ كانت ضد إيطاليا عام 1920. ماشي. مصر شاركت في كأس القارات مرتين في تاريخها. أعلى تصنيف وصل المنتخب في التصنيف الدولي الشهري كان المركز التاسع. المنتخب العربي صاحب أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة برصيد 35 ماتش. تايم بتاعك. يعني انت دلوقتي لسه انا سحب على الدروس. ايه؟ لا مش احنا خدنا 3 ورا بعض. خلاص قال لك سي خلاص ما تحاولوش. فريق الحمد لله أشقر. يعني تعمل قدام قد ايه؟ خلصنا خلاص 18 سنة. جزونا بقى. التايمر خلص. طيب خلاص كل واحد إجابته. ابدا انت بادئ المرة اللي فاتت صح؟ الإجابة الرابعة. سلسلة الهزيمة. وانتوا؟ لا مش هطول سلسلة لها هزيمة. كانت تقريبا الجزائر المغرب. طيب مش اطول سلسلة لها هزيمة. كل المعلومات صح؟ اتوقع ان هي تاني واحده اللي هي بتاعتي. ما عدا معلومة انه صاحب اطول سلسلة مباريات بدون هزيمة برصيد 35 ماتش، بس في منتخب هو ده رصيده فعلا في سلسلة اطول مباريات بدون هزيمة. اللي هيعرف مين هو المنتخب في خلال 10 ثواني هو اللي هياخد البوينت. نقول اسرع؟ 10 ثواني. عربي؟ منتخب عربي الاسرع. الجزائر. الجزائر. خلاص ما قلت الاسرع الجزائر في الاول خلاص يبقى المغرب. احنا قلنا اسرع. خلاص اسرع ماشي. هي الجزائر صح؟ هي الجزائر فعلا. افتكرتها 35 ماتش. المغرب دي انت تعمل عمليه تشويش؟ ما اعرفش. كده النتيجة كده النتيجة 3-2 ونوصل للسؤال الفاينل. اخر واحد. لو تيم كسب 3-2 ليهم لفرقة الحلو بزيادة. يا عم خلصنا الفقره الكوميديه اللي جنبنا دي. احنا هنعمل ايه؟ آخر سؤال هو عن اللاعب جاريث بيل. جالس بيل. جاريث بيل مثل المنتخب الويلزي لأول مرة سنة 2006 كأصغر لاعب في تلك المرحلة يمثل ويلز. هو أكتر لاعب بريطاني إحرازا للأهداف في الدوري الأسباني بعد جاري لينكر. ساهم في تأهل بلاده لأول مرة إلى كأس الأمم الأوروبية عام 2016. الجملة المشهورة لعصام الشوالي جاريث بيل هرب شد كانت تعليق على هدف بيل في موسمه الأول ضد برشلونة في الدوري الأسباني. تاني كده بس مع ثانية. مثل المنتخب الويلزي لأول مرة عام 2006 كأصغر لاعب يمثل منتخب ويلز. أكتر لاعب بريطاني إحرازا للأهداف في الدوري الأسباني بعد جاري لينكر. ساهم في تأهل خسرنا يا عم. ساهم في تأهل بلاده لأول مرة إلى كأس الأمم. لا جاوب الاول. كان التعليق هدفه. اصغر لاعب غلط اكيد لا. لا ما تهزرش معايا صعب مش يمكن. يعني أنتوا مش محتاجين التايم؟ مش محتاجين حاجه يا عم. هنفكر. انت جايب سؤال حاسب كده؟ بقول لك إيه، هو مش عارف ان هو حاسب دي شطاره. شطاره. ما ذاكرنا هو ممكن كان المباراة تتحسم من بدري. كله ماشي شاط. خلاص بقى. ذاكرنا. قول يا باشا. يا عم اخلص. طيب ماشي يلا. طيب قولوا إجاباتكم. كانش بيلعب في الدوري. كانش الدوري الماتش ده ما كانش الدوري كان في الكاس نهائي الكاس 2014. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب هي دي الإجابة الصح فعلا. هنا ثلاثيه. دي الإجابة الوحيدة الغلط. 14. وما إنكم تعادلتوا في النقطة مش هتروح لحد. ويفوز تيم الحلو بزيادة بأول تحدي. وبعد ما كسبنا في التحدي الاولاني مبسوط فشخ بجد. احنا عن اللعبه بقى بعد التصوير بعد الحلقه. هندخل بقى في التحدي التاني وهو منيو التمثيل.
في منيو التمثيل الشيف ريحان النهارده هيقدم لكم حلويات بمناسبه رمضان. ماشي. كل حاجه من اللي هقولها قصادها لاعب المفروض ان انت هتقوم تمثله لزميلك في الفريق. المنيو طويله وكلها حاجات حلوه. ماشي. بس محتاجين الاول انكم تحددوا مين التيم اللي هيبدا. هختار مين اللي هيبدا؟ انا اللي ابدا، هو ايه الغباء ده؟ هو اللي هيختار مين اللي هيبدا. اهو يا ابني ما احنا هنبدا. طيب مين اللي هيبدا فيكم يمثل للتاني؟ يعني مين اللي هيبدا؟ ايوه انت اللي عايز بتختار. تبدا؟ هبدأ. ماشي يلا. طيب المنيو قبل ما تقوم لو اختار حاجه انت بتحب ايه؟ فيه كنافه، قطايف، مدلعه، بسبوسه، سمبوسه، سمبوسك، ماشي. بلح الشام سعد. وزلابيا وجلاش وقمر الدين. مستر زاهر. انا لايق على شخصيتي، انا هاخد قمر الدين. عشان عمر. قمر يا عمر. يا قمر. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. التايم بدأ. يلا. بيضرب بالساطور ده ولا ساطور؟ جزار؟ بلطة؟ ده بيصطاد. ها؟ بيرمي سنارة؟ طب ايه؟ قول حاجة تانية يلا، تنبيه تاني. شاطور؟ سكينة؟ جزار؟ ما هو ده شاطور. بلطة؟ ايه؟ سكينة؟ سفاح؟ جرينتا؟ أربعة إيه؟ أربعة إيه جزار؟ أربعة ساطور؟ إيه يا ابني؟ كأس عالم؟ كأس عالم شامبيونز ولا كأس عالم؟ كأس عالم، ماشي. بيلعب في نادي المنتخب إيه بقى؟ مين اللي خد أربعة؟ نسيت. التايم خلص. التيم التاني ليه 10 ثواني يقرر. مش نافع. طيب شبه إيه يا عم؟ انت مش نافع. طب يا حامد إجابة غلط. يا عم اهدي. سيف. اللاعب سيف. سفيان. سيف. اصلا كاس عالم قلت يبقى رابع. إيه الرابع؟ هو اللي مركز رابع. مركز رابع المحل برضه مركز رابع. ما تقول الله أكبر. عصر ظهر المغرب. هو ايه ده؟ بنفطر. ده سيف. سفيان. وحياة امك ايوه. طب ممكن ده هو مقتنع بكده. رابطه على مرابط بس يا عم بس. والله ما شفتش احنا من كده، بيقول لي انا اللي غبي. بس لا بس ده وحش قوي. قوي. عم سفيان انا قلت اقرع. دور تيم حمدون الاشقر. مين اللي هيطلع يصفر؟ بقول لك هتختار ايه من المنيو؟ احنا شلنا قمر الدين. صراحه حاجه كتير على شخصيتي. سمبوسه. سمبوسه. بس بالهي. سمبوسك ولا سمبوسه؟ لا وحشه قوي وحشه قوي حلاوه بجد. انت اللي مش عارف والله بجد وحشه قوي. مين اللي رابع. ايه الرابع دي؟ مغرب. احنا ما حدش فينا جماعه، احنا الثلاثه احنا طولنا منك. يا عم المغرب ما هو مش عارف يجيب سيف. احنا قلنا طارق المغرب حميد، قالوا طويله. بس طارق حميد عرفت باربعه. ايه علاقة طريقة؟ اساله، هو قال وما خدش رايي. ايه علاقة طريقة؟ هو دخل في الموضوع على طول. يا عم اقعد بالله عليك حرام. التايم بدأ. حارس ماشي. في المنتخب قديم، السد العالي، الحضري. ايه يا اخويا؟ ايه السهوله دي؟ صح الحمد لله. بص والله سوري. لا والله انت الوحيد. اخويا صلي لي يلا. يلا اتفضل اسهل. هتختار ايه يا حلاوه؟ اتفضل اسهل. انا ممكن اختار عشان اشوف. بعدين اطلع بقى اهو. ايه؟ سيف سفيان. بس يا سعد لا ما اخترت الحمد لله. اخترت ايه؟ استنى. صعبه قوي. هو اختار ايه؟ اختار ايه؟ اختار سمبوسك. سمبوسك. يبقى صعبه قوي فاهم. استنى ثانية واحدة. رد بقى قلت حلو شدت. بس صعب. نرجع بس. اجيبها ازاي؟ يا الله يلا. كوميدي حس الكوميدي. لا بجد صعب. حس الكوميدي. طيب ابتدى. اتفضل. اقرع في النص ايه؟ شعر ايه؟ عامل شعره دايره. عامله ايه؟ مش فاهم. انت عايز ايه؟ كنا عامله كنافه ايه؟ عامله ايه؟ عامله خطوط؟ ايه؟ مضفره؟ ماله اقرع؟ اتفضل اي حاجه تانيه بقى. اي حاجه تانيه بسرعة. بيلعب فين؟ مركزه ايه؟ بيعمل ايه؟ قول. قديم. بيلعب ورا. ما بيلعبش. بطل كوره. قول. انجز. ضفيره. عامل ضفيره. مش عامل ضفيره. عامل ايه؟
سامح شعره اصفر ما بيلعب فين طيب؟ ما في 500 واحد سامح شعره اصفر في الارجنتين، مصر، ايطاليا، وسامح شعره اصفر. شعراوي سامح شعره اصفر في ايطاليا. تايم. الفريق الثاني فاضل له 10 ثواني. جورجينيو. اجابه مش غلط. منتخب الفريق عادي. الاجابه هي فيكتور اوسيمين. ايه اللي صعب يا جدعان؟ ما عامل شعره كده، ده علامه مميزه يا جدعان. دور يوسف، هتختار ايه من المنيو؟ قول لنا فاضل ايه؟ فاضل لك كنافه بعمل لك كده مدلعه بسبوسه. بندلع يا عم. تعال اتفضل نتدلع. العب يا متدلع. نرجع في المنافسه. مدلعه بص هديله لا، ايه؟ بص- سمع اي بص حاجة. هناك يا استاذ. والله ما سمع حاجه. اديله كريستيانو رونالدو، اعمل له سي. ايه؟ وايه الحضره دي سهله أوي. انا مختار لا الحضره سهله قوي. حرام عليك مستر بولا. يلا صاحبي. طيب ابتدى. لعيب جديد. بشجع هالاند. هو انت بتختار مش هو اللي بينقيه. المنيو فيها ميكس بين لعيبه طب يعني صعبه إيه يعني؟ ولعيبه سهله. يعني انا بشارك مستر دي هو من الادوار يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. يعني ايه هالاند وحاضر عمل له كده؟ ده لو عمل له اي حاجه هيجيبها. صعب قوي هالاند ده يا جدعان، ما اعرفش اجيبها ازاي. تيم حمدون الاشقر بيتميز واشقر. بمعرفه اللعيبه الشاطره. دول 11 هتختار ايه من المنيو قبل ما مش تقول؟ مختار اي حاجه. هات تقول. هتختار ايه؟ لا اعرف يا عم على دماغك. هات في ايه يا عم؟ في قطايف قطايف كنافه. هات لي القطايف. ما تقعدش تصدعني اتنين. خلاص صدعني. لا 2-0. هم غلطوا في اثنين يعني برضه. يلا محتاجين نجيب منهم. يلا هفكك عايزين نرجع. اتفضل. تايم بدأ. ماشي عازف مسعود ابو زيد. يا عم يلا يا عم يا عم يلا يا عم. قطايف وقطايف واحد دماغه. جاب له هالاند. انت سيء، انت بجد سيء. قبل كده كنا بنلعب اللعبه دي فرحان عمل لي عازف بقول له أنا جايبها مخصوص عشان كده. لسه. فاضل ايه؟ فاضل كنافه، تروح فين؟ بسبوسه، بلح الشام، وزلابيا وجلاش. بلح الشام. جاب له هالاند بلح الشام ده. بلح الشام. مش مهم. نسيت اللي فيك قوي. هو بدأنا كده. تايم. ايه؟ دوري اسباني؟ انجليزي؟ الماني مصري؟ الماني؟ طيب بص استريح استريح. وانا كده خلاص مش هعرف. بيلعب في ليفركوزن؟ ليبزيج؟ بايرن؟ نص ملعب؟ ماشي. كيميتش؟ خلاص طبعا تاخد ايه؟ يا جدعان انتوا المفروض تقولوا انتوا عارفين. عندنا مشكلة انت معاك. كنافه. اخر قرار. انت جايب لهم موزيل يعني. صح. اوه واحدة واحدة هنجيبها. يلا بينا. انا تايم ابتدى. فين؟ دوري اسباني، الماني، ايطالي، فرنسي، انجليزي، مصري، اهلي. حلو. بيلعب فين؟ بيلعب ايه؟ في السمات؟ في ايه؟ بيعمل ايه؟ بيلعب بالهدات. مهاجم وبيلعب بالهدات. قديم. ايه مال مخنوق؟ ايه دي؟ ما بيعرفش يلعب كورة. وحش قوي. طيب محترف مصري ما بيعرفش يلعب كورة. ايه يا ابني؟ طيب ايه؟ ايه؟ مات. ايه؟ شلل. دلوقتي بيلعب دلوقتي محمد شريف. امال فين طيب؟ فاضل لك اختيارين. زمان شويه. في الجيل بتاع ايه؟ 2010 2014 15 في 16 كان بيلعب مهاجم بينط بيجيب ارتقاءات بالهيد بيعمل ايه على الدم. صح. عمرو جمال. فاضل اجابه. عماد متعب. اجابه غلط. فاضل 10 ثواني. 10 ثواني. لا 10 ثواني للتيم المنافس. طيب الاجابه ماشي اريح. سيد حمدي. اجابه غلط. الاجابه هي مروان محسن. 15. لسه قلت لك فوق شويه معايا انت. فوق شويه بينط اعلى. نط اعلى. 15 دور. ما قلتلكش 15. دور بولا ولا مين؟ انا قلت لك 15 لا والله انا طيب اختار. انتصار يا اسطى وماشي. فاضل له على فاضل لك- المنيو بتاعك ده. فاضل لك بسبوسه عمرو وزلابيا وجلاش.
هات ناقص كام سؤال؟ بسبوسه وزلابيه خد وجلاش. هات يا عم برضه جلاش. نجيب، فاهم؟ جلاش. حاجه كده صن داونز والهلال. ايه؟ بص هناك يا ابو قال له ايه؟ طيب طيب ابدا. بيلعب دلوقتي دوري الماني فانجليزي انجليزي لا انت تتكلم مفيش كلام. قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة ضعيفة السوس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاب جون فينا، جون جامد. جاب جون فينا قريب ولا من قبل كده يعني؟ جون قريب قبل كده. هو ما قالش حاجه. مفيش اي هنتات على اي لاعب. محدش هيعرف. فاضل 20 وست ثانية. هام، بيلعب في وست هام، بيلعب في برينتفورد. لا ده تحت خالص. نوتنجهام. قول هنتات أكتر. لا مش عارف. تاوسند لا. طيب قدامكم 10 ثواني تحاولوا تفكروا. ما احنا اللي ممكن نساله. لا ممكن عندنا كام محاولة؟ محاولة واحدة. خلصت جيمي التايم. فاردي. جيمي فاردي. إجابة صح وجيمي فاردي. قلت لك حضرتك هداف في فرقة تحت مفيش غيره. حلوة قوي. والله التايم خلص. لا قبل ما يخلص والله. قبل ما يخلص والله. والله العظيم. والله قبل ما يخلص. والله العظيم ما خلص. قبل ما يخلص والله. أنا اللي باصص والله. المشكله ملوش حاجه مميزه. انا ولا مين؟ فاضل زلابيا وبسبوسة. مش عارف اطلع ايه زلاجه وبسبوسه. بسبوسه يا عم. قرفني. لا بعمل لك كده اللي هو ركز في الحيوانات بوكس فاهم. كده النتيجة 3-2 لتيم بس مش عارف حمدون الاقي حاجة. الأشقر. 2-2. 3-2 لتيم حمدون الأشقر. وفي اتنين راحوا. فاضل 2. التايم بدأ. يلا يا باشا. كاس عالم ماشي زي قديم. معاك كاس عالم قديم. منتخب ايه بقى؟ ايه؟ اكمل يعني اكمل ايه؟ جديد؟ 10 بيلعب 10 رقم 10 10 كاس عالم 2010 اسباني انيستا فاضل لك إجابتين. فورلان. سهلة ويعملوا ريمونتادا. لسه ايه اهبل. كان جاب كاس العالم دلوقتي كان قال لك فرقتك قبل ما يقول. دلوقتي البوينت ومكسب. كان عمل لك رسالة. دلوقتي البوينت ومكسب تيم حمدون الأشقر في ايد بولا. وهو اخر سؤال معانا. يا اما تجيبوه في 30 ثانيه يا اما هم يجيبوه بقوا 30 ثانيه الحمد لله. 30 ثانيه. عندنا شايف الصوم فاهم. الحمد لله صح. بقوا 30 ثانيه. استنى. زلابيا. طلع له كريستيانو. طيب حارس ايه اسباني القرف ده؟ طويل قوي. فرنسي في الدوري الفرنسي. مش عارف. الدوري الفرنسي. باريس. دوناروما. الله اكبر. اجابه صح صعبة جدا يا جدعان انا مش عارف جبتها ازاي. بجد بجد بمسك دوناروما. ويكسب انت من تيم حمدون الأشقر الجوله. يلا مش مشكلة. واحد ذكي عن لا لا الواحد صح عن صحته. محمود قعود. فاهم لا ازاي؟ بجد ما فيش اي اسلام الفار. لا ما انتوا حظكم يا جدعان الاسئله فيها صعبه فيها سهل. جاله مسعود اوزيل وجاله اوسيمين اهو فاهم. مين وبتاع. طب اوسيمين ايه فرق يعني برضه يعني ايه الجاب في الأرض؟ انا اللي جبتها. فاهم؟ انت جبتها عشان هي دي اللي أنا جبتها. هو ما جابوش. بجد حلو حلو قوي بتاع جيبي برضه. روح يا عم. وبعد ما تعادلنا في التحديين اللي فاتوا هندخل على التحدي اللي بعده وهو تحدي البينج بونج. النهارده هلعبكم بينج من غير مضارب ومن غير كور. ماشي. النهارده بينج بونج بتاعكم هيكون عباره عن اسئله بتسالوها لبعض وبتروح على شكل اكسات كانكم فريق زوجي. في الاول التيم اللي هيبدا يسال مش هيتحدد بورقه حجر او ورقه وقص. التصفيه هتكون بسؤال انا اللي هساله لكم. ماشي. الاسئله كلها عباره عن اسئله مزاج ومين اكتر واحد يقدر يقول. بمعنى الموضوع هيمشي على شكل اكسات. يعني فلنفترض ان حلاوه هيبدا هتروح لبولا ترجع لماربيلا تروح ليوسف وهكذا لغايه ما فريق يعطل
والفريق اللي هيعطل الفريق التاني هو اللي هيتحسب له البوينت. ماشي. نبدا بحجر ورقه مقص عشان نشوف مين اللي هيبدا ماربيلا بول يلا. في سؤال التصفيه. هو في ايه يا جدعان؟ سويه. طب تعالوا مين الحلقه هيبدا فيكم السيرف؟ هتبدا. انا بدات اللي فاتت ده. انا حظي مش ماشي في الاول. مين اللي هيبدا فيكم؟ يلا بينا. كده حلاوه هيبدا، بعد بولا، بعد ماربيلا، بعد يوسف. كل واحد ليه 10 ثواني بس، ولازم يركز في الاسامي اللي بتتقال عشان لو قرر اسم هيتحسب له سترايك، ويفضل انه يقول لاعب كمان في خلال ال 10 ثواني بس. عايز اسامي قائمه اللاعبين اللي سجلوا اكتر من 100 جون في الدوري الانجليزي. تبدا من عند حلاوه. يلا هاري كين. اجويرو. روني. لامبرت. صلاح. لا ما ينفعش. حاجه سكولز. بوسكوز موجود. جيرارد. الان شيرر. احنا قلنا روني. وفي وقت؟ اه ايه؟ فاضل 5 ثواني. اوف. اجويرو. اتقال مين اللي قال اجويرو؟ تيم. انت مش قلت سترايك؟ لا هو التايم خلص. طيب كان خلص اصلا قبل ما يقولها اصلا. كان عندك تيري هنري، كان عندك مايكل اوين، كان عندك روبن فان بيرسي، كان عندك جيمي فاردي، كان عندك روبي كين، كان عندك. انا قلت خلاص هيعطل اصلا. انتوا قبل الحلقه كل واحد فيكم قال لي سؤالين. السؤالين دول هما اللي هيكونوا السيرفين بتوعه، لكل لاعب في كل تيم سيرفين. بس كل الاسئله بتاعتكم اتحطت في البوكس اللي جنبكم. كل واحد فيكم لما يبقى عليه السيرف هيختار سؤال من البوكس، والادفانتج كلها في ان هو اللي هيبدا السيرف، فهيبدا باسهل اسم بالنسبه له. تيم حمزه النشر هو اللي كسب. يا ترى مين فيهم اللي هيبدا؟ انا اللي هبدا. يلا بينا. بسم الله. والسؤال هو تشكيلة نهائي يورو 2006 فرنسا والبرتغال. هو البرتغال لعبت 2016 2016. يلا. مين هيبدا انت؟ وبعد كده حلاوه يوسف. انا ماشي. يلا. هترميهولي؟ كريستيانو. مين ومين؟ فرنسا 2016. 2016 كريستيانو. مبابي. لا. مبابي غلط. خدنا البوكس. سترايك. خلاص اول بوينت لتيم. يا ابني ما انا اصلا انا لسه قال لي فرنسا فجاء في دماغي مبابي على طول. 2016. طيب دلوقتي ده ظهر سيرف. 2017. فاكره قديم. دلوقتي سيرف فريق انا حلو بزياده. مين فيكم اللي هيبدا السيرف؟ ما انا اللي عليا. حلاوه يعني على بورلا صح؟ حلو هيبدا على بولا. لعيبه كسبت البالون دور. ده سؤال مين ده؟ لعيبه كسبت سؤالك؟ البالون دور. يلا. انا ومارفيلا هنلعبكم. تعالى. التايم بس. ابدا على غلط. يلا اديها ميسي اديها. كريستيانو. جورج واي. لويس سواريز. غلط. ايه؟ اجابه صح. ماشي. اللي بعده البالون دور؟ كمل يا عم. مش لويس سواريز القديم. يلا غلط. لا ما هو اللي بيغش. يلا. ما علينا. كاكا كمل. يلا. مودريتش. بنزيما. كانافارو. ناسيوس. رونالدينيو. يوهان كرويف. الظاهره. رونالدو. ريفالدو. عند بولا فاضل لك 5 ثواني. دماغي عملت لاج. طيب يا يوسف دماغي عملت لاج. ويروح البوينت. ليكت فاهم؟ ليكت يا بابا. ايه المشكله؟ ليكت عادي. حلو بزياده. لعبت ايه؟ ليكت والله. انا اول ما نسيت اسم دلوقتي. عادي. ليكت. ايه يوهان المشكله؟ كرويف، روبرتو باجي. خلاص بقى اهدى. انا عارف يا جدعان. انا عارفهم كلهم بقى. ستيفان ويلو. عادي. ليكت. ما عندك قال لك امبابي. ما صباح هو مخه مبابي. فور تيم. اتفضل يا عم. ده انا حاطط السؤال انت حطيت الاسئله غلط والله. يلا. ما ينفعش تحط السؤال كده. انا قلت هتسندل فيه والله. يلا بقى. مين يعني؟ اختار. انت شفت انا حطيت لك سؤال ايه؟ ايه؟ لعيبه كسبت الابطال مع اكتر من نادي. ماشي اتفضل. بسم الله. ابطال مع اكتر من نادي. ده انت ده. نبدا.
انت على ابدا. طيب بدأ. السؤال ده برضه طيب بدأ كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو كاس مانشستر يونايتد ماشي. اللهم صل عليك يا محمد. ابطال مع كذا نادي. هما في اسامي كتير يا حاج. الحمد لله. سيدورف بيكيه. ايتو، تشابي الونسو، ستوريج، ماسكيرانو. شاكير. انا عارف ان اللي هيجوا بعد مش عارف يجيبوا بعد كريستيانو. انا كنت عارف سيدورف. ما انا عارف انك عارف سيدورف وحطه عشان عارف انك عارف سيدورف. انا عارف سيدورف. دلوقتي النتيجة 2-1 لفريق حمدون الاشقر. دلوقتي السيرف عند ماربيلا في التيم الحلو بزيادة. يلا اللعيبه لعبت الفريق واحد في التاريخ. طيب ما تقول قول لعيبه السؤال. لعبت الفريق واحد في التاريخ. توتي. جيرارد. غلط. إجابة غلط. 2-2 قلت لك يا باشا. احنا كنا واخدين بيول من شويه. 2-2. مين تاني؟ ده في كتير. مش لاقي غير. عايز في أقول سكولز لكم- مالديني. عايز اقول لكم ان الاربع اسئله اللي طلعوا لغايه دلوقتي هم الاربع فرقات بتوع تيم حمدون الاشقر. وهي بالصدفه ايه؟ ايه؟ ده حطه ليه؟ لا التاني اللي كنت حاطه ليك، انا ده قلت انا وثقت فيك دلوقتي دور. قلت لي حاجه ريال مدريد. يا ابني. انا كنت مين اللي عليه الدور؟ مين اللي عليه الدور؟ مين اللي بدا فيكم؟ التاني حطه ليك اللي هو بتاع البرتغال. مين اللي هيخش؟ دلوقتي استنى بس اعملهم كده. حمدون ولا الاشقر. قول. يعني انا شايفها اضرب يعني. شطر. لا تحنكها. اضرب. يلا بسم الله. قول لنا صح يا مسهل. لعيبه حصلت على السداسيه التاريخيه. ماشي ده سهل ده. يلا بيكيه. ليفاندوفسكي. تشافي. تشافي ايوه الفش. انيستا. توماس مولر. بويول. كيميتش. جوراتسكي. نوير. في طيب ولا ايه؟ برشلونه ومن بايرن. جليكت يا يوسف. نقطه. فيها بولا سهله قوي. جليكت. انا قاعد بفكر. مين اللي وراه؟ كده يلا حلاوه. دلوقتي سيرف سهله قوي ماشي. قوي يعني. نخلص ال 11 لما نتفاهم فاهم نبقى في الدكه. جليكت. انتوا يا مسهل يا مسهل. خش. ابيدان. فرق كسبت دوري لا هزيمه في العالم كله. مين على الدور؟ انت تبدا. انا اديها واحد الاهلي. دوري لا هزيمه. ارسنال. اهلي ارسنال. لا هزيمه. ها بايرن. اجابه غلط. ويروح البونت مين؟ لتيم الفرق اللي كسبت الدوري لا هزيمه هي ارسنال، اهلي، هلال، يوفنتوس، سيلتيك، بورتو، وميلان. سيلتيك. ماشي. ماشي 3-3 كده. دلوقتي سيرف بولا. خش يا باشا. 3-3. 3-2. 3-3 والله. بيروح. لازم سلام. مفيش بونت بيروح. 3-3 خسرت احنا اتنين ورا بعض. احنا اصلا 6 اسئله من 8. 3-3. ما تقرا. لعيبه لعبت مع مصر نهائي افريقيا 2006. التشكيله الاساسيه. خش. عصام الحضري. انت. انا 2000 وكام؟ 6. ابو تريك. خش يا باشا. زيدان. زيدان ما لعبش. اجابه غلط. اخر سؤال. يلا سيرف يلا. ماربيلا. لا 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 لا. آخر سؤال. ما انا بفكر مش عارف. مين؟ يلا بينا. قلت مين؟ احمد حسن. فرق كسبت الدوري الهولندي. ابدا يا ماربيلا. القمار. اياكس. انا عند هوب. ماشي. لسه تايمر. اياكس. 3 ثواني. وانت حد تاني؟ عموما فايف. مش فاكر. ياي كده وطبعا راجع المكسب تاني التيم الحلو بزياده بعد الخساره الساحقه. وهندخل على التحدي اللي بعده. الاسامي الموسيقيه. يلا بينا يا باشا. تحدي الاسامي الموسيقيه. انا من ورا الكاميرا هقول لكم اسم، والمفروض انكم تجيبوا اسم باخر مقطع. يعني فلنفترض ان انا قلت رونالدو، فاللي بعده هيقول دوناروما، اللي بعده هيقول مارادونا، على اخر فقره
ودلوقتي هتعملوا حجر ورقه مقص. مين اللي هيبدا؟ وهتفضلوا تمشوا تعالى لي. فقره الاكسات، كل واحد قصاد التاني. تعالى لي. تاني. تاني. لاقيه. المره الثالثه خسر. طب ما خسر كل حاجه خلاص كده. يا جدعان. مين هيبدا فيكم؟ كام بونت؟ كل واحد ليه 10 ثواني لما ترجع عنده يفكر في في الاسم. تبدا انت. بعد ال 10 ثواني النقطه بتروح تبدا انت على مين؟ على يوسف. على كده انت. مين اللي هيبدا؟ ماربيلا هيبدا على يوسف. كده مربلة على يوسف، وبعد كده حلاوه على بولا، وهكذا. كام سؤال؟ هو كام مرة؟ 5 اسئله. انت هتقول اول اسم. انا اقول اول اسم، والمفروض بعدها مربلة يبدا، وهكذا. يلا. خليهم هم اللي يبداوا بحيث ان هم لو هو عطل من الاول خلاص. هيعطل في اول اسم. ما ايوه هي مالهاش علاقه باول اسم ولا اخر اسم. يلا. خليهم هو اللي يبدا. مين قررتوا مين؟ خليهم هم اللي يبداوا. يبدا. مين فيكم عايز مين يبدا؟ اللي فيكم عايز يبدا؟ اي حاجه. ماشي. طيب مجرد ما هقول الاسم ال 10 ثواني هيبتدوا. بص بوري له التايم. بس ما تبداش باخر حرف، بس اخر مقطع صوت. ما تكمل زي ما يعني لما عليك. اقول ميسي ما تقوليش يا شي، تقول لي سي، حاجه سي مش حاجه ايه. فهمتوا؟ سي. سيلف. خلاص. ماشي الفكره؟ تاني. مش دماغك. الواحد حقيقة. حضرتك ما انا عارف حضرتك الاسامي كلها محمود انا عارف. بالظبط. مين هيبدا فيكم؟ اهو يا عم. ماشي يلا يوسف. اول اسم هو نيمار. مارادونا. مارادونا. دوناروما. خش. مارسيلو. مارسيلو. لو. لوبيتيجي. بان. لا قلت هو بيرن بالظبط. لا ما كانش لاعب. ما كانش لاعب ازاي؟ اللي بتيجي كان لاعب. اكيد كان لاعب. لاعب ويكمل. كمل لو بتيجي كمل يوسف. اللي بتيجي. جيرد. تنفع؟ اه. ماشي. جيرارد. أردا تراب. خش. انيستا. ماشي. ايه ده؟ ده هو. خش. تاليا فيجو. جوردن. قال ايه؟ جوردن. انيلكا. كارلوس بيول. يول. ينتهي التايم. اول بونت. ايه يول؟ هو في ازاي طولت قوي كده؟ مفيش حد يقول. ينتهي التايم. مين يقول؟ كده النتيجه 1-0. انتوا لسه احنا هو اللي بادئ. دلوقتي السيرف يروح لماربيلا. الاسم هو فيراتي. تياجو. انا دخلت في الأكل. دخلت ان شاء الله باذن الله. نروح البوينت الثاني يلا بولا لفريق 14. دلوقتي السيرف بتاع بولا على حلاوه. طيب اسم اللاعب هو كايل ووكر. كريستيانو. نونو مينديز. اسمه مش دي تشامب. مبابي. بيبي. بيول. خش. رجعنا نقول لا بس تمام. انتهى التايم. احنا نقعد نلف لحد ما نوصل لبيوت. احنا عرفنا القصه. احنا نقعد نلف لحد ما نوصل لبيوت. كده النتيجه 2-1 لتيم عبد الاشقر. هم جابوا 2؟
بتجيب له بيون. اللاعب الجاي من سر حلاوه. يلا انا على مين؟ على بقول لا لك على بقول اللاعب هو سيرجيو اجويرو. روماريو. رونالدو. غلط. ازاي؟ روماريو اخرها يو. ماشي خلاص غلط. كده النتيجه 2-2. ده المفروض اخر واحد. الاسم الجاي هو اللي هيتحدد. ايوه مع اخر واحد. تيم الحلو بزياده هو اللي هيكسب التحدي النهارده ولا هنوصل للتحدي الفاصل؟ خلاص الاسم هو انت يلا اعمل مشوق. زين الدين زيدان. اندرياس. اسم كوتينيو. يوم. اوه فريق يوسف يوسف احنا ممكن ده احنا ممكن نجيب الحمد لله. بقول لك ايه بس كوتينيو تقريبا كان في اخر ثانيه كانت في اخر ثانيه. كوتينيو كانت في اخر ثانيه. وكده النتيجه في التحديات الحمد لله. 2-2. وكده نروح للتحدي الفاصل. وبعد الفشل الذريع للتيم الحلو وزياده متمثلا في الحلو هندخل على الفقره الفاصله وهو التحدي انا مين. هتبقى عباره عن فقره بديكوا فيها شويه كلوهات عن لعيبه. كل كلو مدته 30 ثانيه تحاولوا تفكروا، والفريق الاسرع انه يقول اسم اللاعب هو اللي هياخد البوينت، والفريق اللي هيجاوب اجابه غلط هيتحرم من انه يجاوب على الكلو اللي بعده. ماشي 5 اسئله. نبدا باول سؤال. ما نتسرعش. واحده عارف لما تضيع بلانتي واحده ضيعت بلانتي ما تتسرعش بس. انا بالنسبه لي تمام. اول كلو شاركني بس. لعبت لفريق واحد خلال مسيرتي. دول كتير قوي مش قوي يعني بس انجز شويه. ماشي كل اللي قول اللي بعده. تاني كلو فزت بجائزة الحذاء الذهبي عام 2007. الحذاء الذهبي. انا قلت لك اللعيبه. اسكت كده. قول تاني كده. ايه يا ابني علي صوتك شويه. توتي. الإجابة صح. يكسب تيم حمدون الأشقر أول بوينت. مره توتي. تاني سؤال. أول كلو لعب للكبيرين ريال مدريد وبرشلونة. طب ما نخبط واحد. طب يلا هجاوبه. تجاوب ولا اللي جاي؟ لا اللي جاي. الكلو التاني أنا اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم اللي فاز بالثلاثية مع ناديين مختلفين. الثلاثيه. مش لازم خدها مع يعني لاعب ريال مدريد وبرشلونه واخد مع نادي كمان ثالث ثلاثيه. ده مين ده؟ صامويل ايتو. إجابة صحيحة. حمدون الأشقر. احنا اصلا ما حطيناش في الحسبه بس أنا عارف على عشان الثلاثية مرتين تاني. يا عم خد مع معاك. انتر ومع برشلونه في سنتين ورا بعض. جت في دماغي أول ما افتكرت المعلومة. يلا السؤال ده كده 2-0.
ايه ده بس نجيب البونت التالت وصايمه بقى فاهم؟ بقول لك هو صايمة ايه؟ صايمه في التحدي ده. انت هتكمل عادي. احنا هنعتبرها صامت ونلعب بقى محبه. نلعب دلوقتي النتيجة 2-0 لتيم حمدون الأشقر. يا ترى فريق الحلو بزيادة هيعمل ريمونتادا ولا هنبارك لفريق حمدون الأشقر؟ ان شاء الله صح. خلي بالك. السؤال الثالث. أول كلو، أنا لعبت لنادي ريال سرقسطة. والتاني صح ولا ايه؟ مش عرفني ده يا عم. انا ما اعرفش ليه سراكوستا بيلبسوا ايه اصلا. ابص قدامك يا عم. اخضر اخويا. ما تقولهمش يمكن حد يفتكر حتى ولا حاجه قال لك كان بيلعب مع سعيد. الكلو التاني لا ما دول حاجه كلو ثانيه. تاني، دي سوسيداد فعلا. لعبت لنادي برشلونة وفي أول مواسمي مع برشلونة قدرت أكسب كل البطولات اللي شاركت فيها برصيد 6 بطولات. ايه ده انا عارف دي اكتر من متاكد؟ اخلع من دي خالص. استنى بس. اخلع من دي خالص. ماشي. ايه ده بس. ماشي. الكلو الثالث، انا عايز اجاوب من الكلو. عدى الوقت عدى. لو جاوبت دلوقتي خلاص، الكلو خلاص. الثالث الوقت عدى خلاص، بس خلاص، ال 30 خلاص، ثانية الوقت عدت. الكلو الأخير، أنا من ضمن اللعيبة اللي زملت الكبيرين ميسي ورونالدو. بيكي. إجابة صحيحة يا ولد! تيم حمدون مع مانشستر الأشقر. ما انا عارف ان هو انا بقول على الحوار الريال يا ابني ده هو من الناشئين اللامسيه. لا من الناشئين اللمسيه، ولعب في سراكوستا بعد كده اليونايتد. بدأ في مانشستر يونايتد اه. وبعد كده راح إعارة لريال سرقسطة لغاية ما عقده خلص مع يونايتد، وبعدها اتنقل لبرشلونة كسب معاهم في أول مواسمهم 6 بطولات. تكملوا آخر 2. نعطف عليهم نعطف عليهم. انا مش عايز العب بصراحه. انا مش عارف ماليش نفس. ولا تيجي ناخدهم 5 صايمه. انا عايز اشرب الصوبيا بتاعتي. ما انا عايز اشرب تعالوا الصوبيا. نكمل، تعالوا نكمل. المده اللي اللاعبين علينا ورا الأخير. الكاميرا عشان لو محدش شايف. أنا لعبت مع نادي فيسبل الكوري. فيسبل الكوري مش مهتم مع والله مش اللي هو ايه ده؟ مش بقول لك انا عايز اجاوب. المكنه الحمراء. عايز اجاوب. محمود قعود. غلط. محمود سابق. والله غلط. محمود قاعد ما لعبش والله. كده الكلو الجاي هتسمعوه لوحدكم. اكيد مش صوت. مين ده اصلا؟ هنهزر. حصلت مع منتخب بلادي على بطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 16 سنة. تحت 16 سنه. وكان بيدعي في كوريا. يعني ما قلتش إنه بدأ، قلت إن هو لعب بس. في نادي فيسبل الكوري. استنى يا باشا، من اللعيبه اللي هي لعيبه مسيرتها هناك يا باشا. بس ما ينفعش تجاوب. ما ينفعش تجاوب. ما ينفعش تجاوب. تحت 16 سنه وخد اوروبيه. استنى بقى. عرفتها. المره الجايه نتكلم لا، بجد. لا، لا لا، بجد. لا، فكك هزار. لا لا فاكس هزار. مش هزر. فاكس لعيب هزار. معروف قوي بس هم اغبياء. ها يا عم مش مين؟ الكلو جاي ما لهمش. علي فرج. جاوب. قال لك ده إفيه ما تستظرفوش. الكلو الأخير، اهدى. أنا اللاعب الوحيد اللي قدرت أفوز برجل المباراة في 3 نهائيات مختلفة، اليورو وكأس العالم ودوري الأبطال. إنيستا. إجابة صحيحة. يا ولد يا ولد. والله كنت عايز اقول محمد. ايوه ما انا عارف. اقسم بالله فكرت فيها. خلاص. فيسبل الكوري. لعبش فيسبل. جامد. والله آخر العظيم. سؤال لأجل المتعة مش أكتر. ما هو ده كان المتعه برضه. انا هيبقى اهانه والله. طب نسيب له السؤال ده. لا صايمه بقى طيب صايمه. بقى ايوه لعبت في أندية يوفنتوس ومالمو وإي سي ميلان. مش دي الفرق بس اللي لعب لها، بس هو لعب لل3 فرق دول، كافو. يوفنتوس ومالمو وإي سي ميلان. جاوب قال لك كافو. إجابة غلط. هتسمعوا انا عايز اجاوب كافو. كده انتوا الاثنين هتسمعوا كلهم مع بعض. يا ابني انت عبيط الكلو يا اللي بعده، يا عم ده هو ايه يا عم اديهم ال3 كلو يا عم سمعهم في ودنهم. انا وكريستيانو رونالدو اللاعبين أنا وصديقي. الوحيدين اللي قدروا ان هم يسجلوا في الماتش من دقيقة 1 للدقيقة 90. عارفه لعيب طرش. عارفه. ده جميل والله لعيب حلو والله. انا اجاوب. ابراهيموفيتش. إجابة صحيحة. صايمه. صايمه. احنا نشرب الصوبيا وهنسكت.
والله انت عملت معايا. اشهر اه يا باشا. وعشان التحديات بتاعتنا بادئينها في رمضان، فالخسران ليه عقاب والكسبان جميل جميل العقاب ده جميل والله. مش هحط بن على البودره. جايزه جايزه فاضيه، مش هحط بن على البودره. والعقاب للفريق الخسران هو علبه سوس. علبه سوس. انا مش شايف. ايه رايك في ابراهيموفيتش دي؟ سهله. يا الله. نحب نبدا بالخسران. مشروبي جاب لي بيبسي. مشروبي المفضل. ثانيه واحده محدش يشرب. انا مش بحاسب على البتاع ده. انا بكلمك بجد والله. على حسابه يا ابني. يا الله. بيدوقك المنتج. كده بقيت المر بزياده مش حلو بزياده صعب. كده المر بزياده صعب. في شاليمون. انا عايز تحاسب بس ما تنقطش عليا. حاسب كده كل واحد شاليمو. العصاير دي مقدمه من العصاير ولا انت حاطط فيها صودا خروج كليه الطب. خروج كله. خريج كليه الطب. ده سبونسر. دفعوا كام؟ يا ريت الفريق المتعاقب يدوق ويقول لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يشربها كلها. بق واحد ونخلص من القرف ده. مر بزياده. شكرا يا صاحبي. انا متشكر يا شايفك ما صاحبي. بتشربش يعني. انا شايف مرة اشرب نص الكوبايه. عجبتك عقاب ولا ايه؟ سقف يا جماعه المربله عشان العقاب. عايش فلوس يا عم ده. والله جميل. صايم يا ابني، واحد صايم. والله جميل. هو حلو اول الدرجات دي. هو انا عندي سؤال يا جدعان. هو احنا لو اديناكم تمرية دلوقتي ناخد سوا افطار صايم؟ وحش يا مربوط. مربوط وحش. يا اسطى انت هتمثل يا اسطى. ايوه الخروج مش هيرس طب ما كنت خسرت من يعني كان خلاص عديها من الاول. ماشي خلاص وشيل. لا عادي بقول لك كنت خسرت من الاول. وزي ما انتوا شفتوا للاسف ماربولا ما عرفش يجيب ولا سؤال. بقول لك انا هعمل فكره انا مين؟ ما عرفش يجيب ولا سؤال. يا ابني ما دي مستويه. دي الفكره عشان اعلم المستويات انا مين. بس انت كوتينيو يعني انا بص انا متنرفز والله منك لحد الحمد لله الحمد لله. وكان الفوز للاسف من نصيب تيم انا مش فاكر اسمكم ايه انتوا. اسمكم ايه يا عم؟ الحمد لله اشقى صاحبي. باللي كده شبه الواد نفادي. يا ريت يا جماعه معلش تفهمونا سبب تسميتكم حمدون من الاشقر. معلش حمدون. الجماهير بعد الفوز. حمدون الاشقر. لا وجاله في الاسامي تمثيل اللعيبه هالاند. هالاند هلا والله العظيم وعصام الحضري. انت اللي مخسرنا والله. عصام الحضري. احنا ما خسرنا والله انت اللي مخسر. الحمد لله. يلا وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا واستنونا في تحديات جايه جديده ونشوفكم على خير وسلام.